سيد الرئيس السيد الحاكم العسكري للجزائر، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم ورزقكم الصبر والسلوان، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. سيد الرئيس السيد الحاكم العسكري للجزائر، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم ورزقكم الصبر والسلوان، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. إن حاضر ومستقبل منطقة الصحراء يندرج ضمن السيادة الكاملة للمملكة المغربية. هذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته للمملكة المغربية. هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية، والتي أعلن من خلالها دعم فرنسا الكامل لموقف الرباط في قضية الصحراء المغربية أو أقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. إذن هو اعتراف رسمي وقانوني من أعلى سلطة سياسية في باريس. الرئيس إيمانويل ماكرون يقول إن حاضر ومستقبل الصحراء يندرج ضمن السيادة المغربية. إذن تعلنها فرنسا القوة النووية في أوروبا والعضو الدائم في مجلس الأمن الذي يمتلك حق النقد الفيتو داخل مجلس الأمن. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنها من قبل، واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء المغربية طبقا لدستور الولايات المتحدة. حسب الدستور الأمريكي فإن الصحراء المغربية هي جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، تحدو حدوها فرنسا وكانت أيضا إسبانيا. فماذا بقي لكم أيها الجنرالات؟ ماذا بقي لكم أيها القرامطة؟ ماذا بقي لكم؟ لقد عزلكم العالم. العالم الآن أصبح يعرف الحقيقة. تلك الأرض هي أرض للمملكة المغربية الشريفة. هذا الصراع الذي بدأ منذ ما قبل 1975 قاده الجنرالات في الجيش الجزائري ولا يزالون يعملون على هذه القضية. لكن يا ترى ماذا ستقولون للأجيال القادمة؟ لقد عطلنا المغرب العربي لأزيد من 50 عاما فقط لأنكم أردتم تقسيم بلد عربي. تكفيكم هذه المذلة التي سيلعنكم التاريخ وستلعنكم كل الأجيال القادمة. حفظ الله المملكة المغربية والنصر والتمكين لقادتها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.